المعايير السيرية عند الإمام الصالحي الشامي مقاربة منهجية. إعداد الأستاذ الدكتور معتز أحمد رفاعي زارع الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية. تعريف البحث: تعد دراسة منهج الإمام الصالحي الشامي في البحث السيري ومعاييره الدقيقة جوهرية في الدراسات السيرية المعاصرة، لكونه صاحب أضخم موسوعة في السيرة النبوية وعلومها، وهي سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. أهداف البحث: يهدف البحث إلى استخلاص وإثبات المعايير الضابطة للبحث السيري لدى الصالحي عبر استقراء وتحليل عميق ل5 معايير رئيسة تتجلى في موسوعته. 1. الأسس العلمية للبحث السيري، تركز على الأسس الجوهرية التي أقام عليها الصالحي موسوعته، وتمثل مرتكزات البحث العلمي الرصين، وتشمل العنوان، المقدمة، الموارد، الأجزاء، الموضوعات، التقسيم، وتراجم الأبواب. 2 و 3. منهج المقدمة ومنهجيتها في البحث السيري. يفرق البحث بين مفهومي المنهج والمنهجية عند الصالحي. المنهج يشير إلى الأسس والطرق النظرية المصرح بها أو المستنبطة التي تمثل الإطار العام لعمله. المنهجية تعنى بالتطبيقات العملية الدقيقة للإشارات إلى موارده ومصطلحاته لتيسير فهم مقاصده وآليات تعامله مع المادة العلمية. 4. المناهج العلمية في كتابة البحث السيري. يتميز الصالحي بتوظيفه لعدد واسع ومتنوع من المناهج، مما يعكس ثراءه المعرفي، وقد قسمت إلى مناهج عامة تشمل أتساع مفهوم السيرة، والاستعانة بالعلوم المساعدة، والربط بين علوم الشرع، وتسخير العلوم، وشمولية علوم السيرة. مناهج خاصة تتضمن منهج الاستيعاب، والاستقصاء، والتعددية، والتأصيل، والموضوعية، والتتبع، والتعقيب والترجيح. 5. الصناعات العلمية في البحث السيري، تمثل المهارات والخبرات البحثية المتفردة التي أضفت متانة على المصنف والمصنف لتعامله البارع مع معظم الفنون المعرفية: حديث، فقه، سيرة، عقيدة. وقد شملت 9 أنواع رئيسة: الصناعة السيرية، الحديثية، اللغوية، الخططية، التراجمية، الفقهية، العقدية الأدبية، والمعجمية. خلاصة: يقدم البحث معايير 5 محورية: الأسس، المنهج، المنهجية، المناهج العلمية، والصناعات العلمية، لفهم منهج الإمام الصالحي الشامي في التأليف السيري، ويوصي بتوجيه المتخصصين نحو دراسة هذا المنهج الفريد في البحث العلمي.